أهلا بيكم في قهوة النجوم. أقول لأختي الفنانة منى فاروق ألف حمد لله على السلامة، وجنزير هيقولك كلمتين تسمعيهم. إصابة منى فاروق بشلل في المعدة بعد حقن التخسيس. في وسط الأضواء والشهرة ساعات بننسى إن ورا الكاميرات في ناس زينا تماما بيتعبوا ويتألموا. النهاردة حكايتنا عن الفنانة منى فاروق اللي صدمت جمهورها بخبر مؤلم عن حالتها الصحية. منى فاروق أعلنت مؤخرا عن إصابتها بحالة صحية صعبة. عبر حسابها على انستجرام منى قالت إنها بتعاني من شلل مؤقت في المعدة وتهيج شديد في القولون وإمساك وجرثومة معدة وكمان نزيف بسبب شرخ. المشكلة دي حصلت بعد استخدامها لحقن التخسيس. منى شاركت جمهورها تفاصيل حالتها الصحية وقالت: الحمد لله على كل حال، عندي توقف مؤقت في الجهاز الهضمي وتهيج قولون، محتاجة منظار معدة ومنظار قولون، يا رب تعدي على خير. ومنى فاروق حذرت الناس وقالت: خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوا حقن التخسيس وادعوا ليا بالشفاء العاجل. منى فاروق بتوجه رسالة لكل حد بيدور على المثالية في الشكل: صحتك أهم من أي حاجة تانية، ربنا يقومها بالسلامة. من باب وتلت يا الفنانة منى فاروق زي ما هي يا اسطى. عايزة تقولي حاجة جنزيرة؟ لا، ممكن يمشي جنزيرة ويجي التاني اللي انا بحبه. لوشا؟ طيب لوشا بيقول لك اختي الف حمد لله على السلامه. قمر لوشا. يا رب ما نشوف فيك حاجه وحشه، يا رب. دايما في ستر يا اسطى. ما تبصش لحد، خليك مع ربنا ودايما في ستر ونجاح، واللي جاي احسن ان شاء الله. ليه بقى لوشا بجد؟ ده احلى كتير بجد، وثانك يو طبعا انك جيت لي ولوشا بجد من الناس المحترمه الطيبه جدا، بس هو عنده 2 شخصيتين ماشيين مع بعض من بيجي، يعني هما هيجننوه شخصيا، بس تمام. الله يسلمك يا لوشا. بلاش التاني بليز. ده ثانك يو. عايزه ده ولا ده؟ اختي وربنا.